إخواني أخواتي، السلام عليكم. هذا الفيديو يهم الأشخاص المقبلين على مشروع تربية الدجاج، سواء الدجاج البلدي أو الدجاج الهجين أو الدجاج الأصلي. هو هذا الموضوع إن شاء الله سأتحدث أو أني العناية بالكتاكيت أو السيسان أو الفلوس أو الفركوس بالدارجة إلى غير ذلك. هذه كلها أسماء يطلقها على الكتكوت. الكتكوت في مرحلة 0 إلى 21 يوم هي أصعب مرحلة قد يمر منها. يتعرض لعدة أمراض يعني تكون هنالك وفيات إذا لم تكن هنالك عناية خاصة. لتفادي هذه المشاكل إن شاء الله سأقوم بتقديم نصائح المهمة، يعني رؤوس الأقلام، هي التي إن شاء الله سأقولها لكم لكي لا تقعوا في مشاكل الوفيات. أولا، يعني قبل أن أقوم بإخراج الكتاكيت من الفقاصة أو اقتنائها، أو يعني قمت بتفقيس بيضك عند أحد الأصدقاء أو غير ذلك، ماذا سأفعل قبل أن أقوم بإحضار الكتاكيت؟ أولا علي أن أقوم بتسخين الحضانة يعني قبل 3 ساعات، لكي تكون هناك يعني حرارة ثابتة داخل. الحرارة التي تكون حوالي 35 درجة إلى 37 درجة، ورطوبة ما بين 60 إلى 70 درجة تقريبا. درجة حرارة الفقاصة عند آخر 4 أيام من تفقيس البيض تكون تقريبا درجة الحرارة يعني متقاربة. هذا في الأسبوع الأول. يعني كذلك علي وضع الماء تحت السخان. السخان، ما هو السخان الذي يمكن أن أستعمله؟ قد أستعمل سخان الأشعة الحمراء الذي هو سخان فعال، وأنصح به لأنه سخان فعال وهو اقتصادي. لماذا اقتصادي؟ لأن المصابيح الصفراء دائما ما تتلف، يعني دائما ما هنالك عليك اقتناء الكثير من المصابيح. هذا المصباح الذي يقوم بإصدار أشعة حمراء هو مصباح جيد واستعملته، هو فعال أحسن من السخان الغازي واقتصادي كذلك. قلنا عليه وضع الماء تحت المصباح ووضع القليل من السكر منه، وهذا الماء يجب أن يغير باستمرار، يعني حوالي 3 مرات في اليوم، لأن الكتاكيت الصغار تقوم بوضع فضلاتها داخل ذلك الماء، وحتى ولو وضعتها شربت أوتوماتيكية لا بد من تنظيفها، لأنك عليك أن تقوم بجل المجهودات لكي لا تقع في مشاكل تسمم أو انتقال البكتيريا فيما بين الكتاكيت. هذا من ناحية التسخين. من ناحية الفراش، ماذا أضع في الفراش؟ هنالك الأشخاص يضعون أوراق الجرائد، ويمكنك وضع القش التبن مثل التبن، ويمكنك كذلك وضع نجارة الخشب. وتبقى أحسن طريقة لتسخين الكتاكيت لفراش الكتاكيت هو التبن. التبن يبقى أحسن منهم جميعا، لأن الكتاكيت تأكل نجارة الخشب، وفي بعض الأحيان تكون النجارة اللي هي فيها القليل من الموزيسيور، يعني الغمولية غير ذلك قد تؤثر عليها. وهنالك أنواع من الخشب هي سامة للدواجن، كنت سمعت من أحد الأصدقاء. وكذلك الجرائد يعني تقوم، يعني الكتاكيت في بعض الأحيان الشرابة تتمايل وتصب القليل من الماء ويقع هنالك عدة تعفنات، يعني تصبح هناك عدة تعفنات مرتكزة في تلك أوراق الجرائد. هذا فيما يخص الفراش. والفراش من الأحسن تغييره حوالي 3 أيام أقوم بتغيير الفراش. هذا من ناحية الفراش. بالنسبة للكلاء، ما هو الكلاء الجيد الذي أقدمه للكتاكيت؟ الكتاكيت لا تحتاج منك أن تجتهد وتقوم بإعداد وجبة، لأنني لا أنصحك بذلك بتاتا. جميع الأصدقاء الذين يقومون بالاجتهاد وإعداد وجبة من أنفسهم تظهر عدة أمراض، والكتاكيت لا تنمو بسرعة، تبقى صغيرة الحجم، لا ينمو لها العيش لا غير ذلك.
أنا أفضل دائما اقتناء علف الديماراج التي تقوم بإعداده الشركات، لأنه علف غني بالبروتين ويحتوي على مسحوق السمك وفارين دو بواسون التي قد تصل بروتين إلى 21%. يعني إذا أردت أن تقوم بإدخال الحبوب أو القطاني المهروسة أو غير ذلك، يعني حتى مرور 21 يوما تقوم بإدخالها مع علف الكرواسونس. هذه نصيحة مهمة للإخوان عليكم تسجلوها. لا تجتهدوا في إعداد وجبة عند الكتاكيت الصغار الذي يكون عمرهم ما بين 0 إلى 21 يوم، لأن قد تشكل خطر على كسكوت. الكسكوت يعني كل ما كان البروتين طالع مزيان كيكون عنده واحد المناعة قوية، مناعة جيدة، وينمو بسرعة، وترى أن الكتكوت ريشه ينمو بسرعة. هذا تعرف أن العلف جيد. وهذا العلف التي تقوم باقتنائه عليك أن تراقبه جيدا وتقوم بشم رائحته وتفتيشه على هنالك تعفنات، وتاريخ كذلك صلاحيته لكي لا تقع في مشكل آخر. هذا فيما يخص العلف. ركزوا على هذه النقطة. علف الديماراج هو أحسن. هذه تجربتي إخواني، رغم اجتهادي ورغم أنني مختص في مجال تربية المواشي. كلما اجتهدت في إعداد وجبة إلا أقع في مشاكل نفوق الكتاكيت. من الأحسن استعمال علف مركب، علف الديماراج التي تقوم بإنتاجه الشركات. أنا لا أقوم هنالك بإشهار الشركات، فأنا أعرف ما أقول إخواني أخواتي، لأنه يصعب أن تقوم بإعداد يعني علف مركب متوازن. أنا هذه المعلومات أقدمها معكم لكي لا تقعوا في نفس المشكلة التي يقع فيه المبتدئين. وأنا شخصيا وقعت في هذا المشكل، لأني اجتهدت وقمت بإعداد وجبة من نفسي، ولكن لم تجد أي نفع. إخواني أخواتي، هناك نصائح إن شاء الله سأقدمها لكم. يعني الكتكوت لا يحتاج يعني الكثير من الأشخاص يقدمون له الأكل، فقط الشخص الذي بدأ معه والذي دائما يبقى يدخل. من الأحسن أن يبقى يدخل بنفس اللباس. يعني أشخاص أجانب لا أنصحكم بذلك. يعني دخول أشخاص أجانب لرؤية الكتاكيت قد ينقل أمراض أو غير ذلك. كذلك عدم إدخال أي كتاكيت أخرى أو خلطها مع الكتاكيت. النظافة مهمة. غسل يعني معدات الأكل والشرب باستمرار. يعني من الأحسن أن تقوم بغسل شرابات ب3 مرات في اليوم، والوكالات مرة في اليوم، يعني مسحها جيدا، لأن الكتاكيت تضع فضلاتها داخل الماء وداخل كذلك معدات الأكل. هذا فيما يخص النظافة. النظافة مهمة جدا. هذا لميجير دي بيوسيكيوريتي مهمة كذلك. كما يعني لاحظتم أن هنا لم أتكلم عن التلقيحات، لأن التلقيحات إن شاء الله سأتحدث عنها في فيديو خاص تحتاج الكثير من الشرح. فقط أنا هنا تحدثت عن لي كونديسيون دومبيونس، يعني شروط السلامة للحفاظ على حياة الكتاكيت وعدم وقوع في أي خطر. فيما يخص الحضانات، يجب أن تكون يعني بعيدة عن الكوغوندير. يعني لا يمر فوقها يعني رياح أو غير ذلك. وبالنسبة لي سأقوم بوصف لكم هذه الحضانات. تكون يعني حول ارتفاع نصف متر، وقد أغطيها من الفوق إذا كان الجو بارد جدا، وأقوم بوضع فتحات صغيرة لخروج الهواء الساخن من داخل الحضانة. كذلك أقوم دائما بمراقبة درجة الحرارة لكي لا تكون هنالك أي مشاكل، لأن درجة الحرارة مهمة في هذه الفترة. من لابد من استخدام يعني مقياس لدرجة الحرارة، وكذلك مقياس للرطوبة لمراقبة الظروف داخل الحضانة. من الأحسن استعمال يعني ضابط الحرارة لكي لا يقع فيه مشاكل. كذلك أقوم بمراقبة مصدر الحرارة. يكون درجة الحرارة أن تكون موزعة بشكل متساوي
هذا يظهر على يعني شكل الكتاكيت. إذا رأيت الكتاكيت يعني تقوم يعني بجوانب الحضانة، فاعرف أن هنالك الحرارة مرتفعة. وإذا كانت الكتاكيت مجموعة على جهاز التسخين، فاعرف أن هنالك الكتاكيت تحتاج إلى مزيد من الحرارة. كما قلنا يعني انخفاض درجة الحرارة قد يؤدي إلى معدل النمو وكذلك النشاط، قد يجعل الكتاكيت عرضة للإصابة بالأمراض، قد يؤدي إلى موت الكتاكيت في الحالات الشديدة، يعني في الفترة ديال الشتاء اللي كانت الحرارة نازلة بزاف وانت خليتيها نازلة، راه يقدر يموتوا الكتاكيت. كذلك ارتفاع درجة الحرارة قد يؤدي إلى الجفاف ديال الكتاكيت، قد يؤدي إلى ضيق التنفس، قد يؤدي إلى موت الكتاكيت في الحالات الشديدة. بالنسبة لانخفاض الرطوبة، ماذا سيؤدي؟ إلى جفاف الجلد الكتاكيت، قد يؤدي إلى صعوبة في التنفس، قد يؤدي كذلك إلى انخفاض معدل النمو. وارتفاع الرطوبة كذلك قد يؤدي إلى تراكم الفطريات، هذا ما تحدثت عنه في أول الفيديو. كذلك قد يؤدي إلى أمراض الجهاز التنفسي، وقد يؤدي كذلك إلى انخفاض معدل النمو. يعني الكتاكيت هي مخلوقات حساسة كما قلت في أول فيديو، ويجب مراقبتها عن كثب للتأكد من أنها بصحة جيدة، وأنها تحصل على الظروف البيئية المناسبة. يعني من خلال تجربتكم إن شاء الله ستتعلمون فقط تدخل وتشاهد الكتاكيت، حتى ولو كان عندك 1000 كتكوت أو غير ذلك. يعني أنا أتحدث هنا عن الدجاج البلدي أو الدجاج الكروازي أو السلالات يعني الأصلية مثل البراهما أو الأسترالوب إلى غير ذلك. هي من خلال تجربتك ومعاملتك مع الكتاكيت مع المدة ستعرف. الفلوس يعني الكتكوت المريض سترمقه عينك من أول لحظة، تشاهده وتعرف أنه يعاني من مشكل. هذه إخواني أخواتي كانت أهم نصائح، أتمنى إن شاء الله أن تنال إعجابكم. وإذا كان هنالك أي سؤال فاطرحوه في تعليق وأنا إن شاء الله سأجيب عليه. والسلام عليكم ورحمة الله.